شاب أمريكي بيتحول لأخطر مجرم لما خلية إرهابية بيقتلوا حبيبته. هنتفرج مع بعض على ملخص فيلم أمريكان أساسين، بس قبل ما نبدأ ملخص الفيلم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. قصة الفيلم بتدور حوالين شاب اسمه ميتش. الفيلم بيبدأ معانا وميتش موجود على الشاطئ بيصور فيديو مع حبيبته وهم عايشين لحظات رومانسية جميلة، وفجأة ميتش بيطلع خاتم خطوبة كان بتاع والدته وبيطلب ايديها للجواز، وكاترينا بتوافق وسط فرحة وتصفيق من الناس كلها. بعدها ميتش بيروح بسرعة يجيب مشروبات عشان يحتفلوا، لكن فجأة الهدوء ده كله بيتكسر لما بيظهر مجموعة إرهابيين ويبدأوا يضربوا نار على الناس بشكل عشوائي. ميتش بيجري بأقصى سرعته عشان يلحق كاترينا، لكن للأسف قائد الجماعة اللي هو عدنان منصور بيضربها رصاصة قاتلة في دماغها وبتموت قبل ما يوصل لها. بعد 18 شهر بنشوف ميتش عايش لوحده ومهووس ان هو يقوي جسمه ويرجع اقوى من الاول، وبيتمرن كمان كيك بوكس، ولكن عصبيته دايما بتخليه يطرد من التمرين في كل مرة. وفي نفس الوقت بيكلم منصور اونلاين وبيحاول ان هو يخترق الجماعة بتاعته عشان ينتقم منهم واحد واحد من غير طبعا ما منصور يعرف. وفوق كل ده السي اي اي مراقبة كل حاجة، والسي اي اي اللي هي مديرة الاستخبارات ايرين كينيدي، وبتراقب ميتش. ولما منصور بيطلب يقابله في مكان سري، ميتش بيروح وهو فاكر ان هو هيقتلهم كلهم، لكن اول ما بيوصل بيتربط على كرسي، وقبل ما يعمل اي حاجة قوات خاصة بتقتحم المكان وبتقتل المنصور اللي هو زعيم العصابة. ميتش بينهار من الغضب وبيمسك سكينة وبيفضل يطعن في الجثة لحد ما بيمسكوه بالعافية. بعدها كينيدي بتحقق معاه وبتعرف كل حاجة عن حبيبته وعن حياته وعن حادثة العربية اللي مات فيها أهله وهو عنده 14 سنة. كينيدي بتشوف ان هو في أداة مثالية وبتقرر ان هي تضمه لبرنامج سري، وده برنامج عمليات سودة بيديره شخص خبير اسمه ستان هيرلي، وده محارب قديم وجندي سابق في الجيش الأمريكي. هيرلي في الأول بيستهين بميتش وبيبدأ يديله تدريبات بشكل قاسي جدا، وبيعلمه القتال وتكسير الرقبة وإنه لو قرب يتقبض عليه لازم ينتحر فورا. في تدريب داخل مول، ميتش بيندمج زيادة عن اللزوم وبيفضل يضرب الناس بجنون. وفي تدريب تاني هيرلي فضل يستفزه ويحط صورة منصور قدامه رغم ان هو مش الهدف بتاعه. في نفس الوقت ده بيكون في صفقة بيع بلوتونيوم نووي مسروق من روسيا، وشخص غامض اسمه جوست بيقتل كل اللي في الصفقة وبيهجم على الشرطة وبيختفي. هيرلي بيعرف ان جوست واحد من تلامذته زمان وكان المفروض ان هو مات في غارة جوية. الفريق بيقرر ان هو يروح تركيا ويقابله عميلة اسمها أنيكا، ودي تبقى مرات ميتش مزيفة طبعا عشان يوصلوا للمشتري اللي هو اسمه شريف. لكن العملية بتفشل، واحد من الفريق بيموت وشريف بيهرب. ميتش بيروح وراه على الفندق وبيقتله بعد ما يتخيل ان منصور واقف مكانه وبياخد اللابتوب بتاعه. وهيرلي بيكون غاضب جدا لان ميتش قتله وهم كانوا عايزينه حي، وبيفهموا ان العاطفة الزيادة اللي جواه ديت هي اللي هتضيعه. بعد كده بيروحوا روما عشان يكملوا المهمة بتاعتهم، وميتش بيبدأ يشك في أنيكا وبيضغط عليها وبيخليها تعترف ان هي عميلة إيرانية، بس هدفها تمنع ان السلاح يوصل للمتشددين ويحصل حرب مع اللي ما يتسموش. جوست فجأة بيهاجم المكان وبيقتل عم أنيكا وبيخطف هيرلي وبيعذبه بكل وحشية، وكمان بيخلع ضفره، ولكن هيرلي ما بيعترفش بحاجة. جوست بيبدأ ان هو يقتل الناس اللي معاه وبياخد منهم السلاح ويهرب. وبعدها جوست بيقرر ان هو يخطف أنيكا ويمسكها كرهينة، لكن هي تنتحر عشان تمنعه. ميتش بيطارده في البحر مرة تانية وبيحصل ما بينهم خناقة كبيرة جدا والاتنين بيقعدوا يضربوا في بعض، ولكن ميتش بيقدر ان هو يقتله عن طريق الاساليب اللي هيرلي علمها له. وبيكون السلاح موجود في السفينة اللي هم موجودين فيها، والسلاح ده كمان ده مفجر نووي، يعني ما ينفعش ان هو يكون في المدينة. وفجأة سي اي اي بتطلع جيش بقوات كبيرة ان هم يستهدفوا السلاح ويضربوه من بعيد، وطبعا لو ده حصل ميتش كمان هيموت وهيكون هو الضحية بتاعت الانفجار دوت. ولكن هيرلي بيقرر ان هو يلحق ميتش وينقذه، وبيتواصل مع ميتش وميتش بيبلغه ان هو قدر يبعد القنبلة لأقصى مكان.
وبالفعل هنري بيقدر ان هو يقرب من المركب بتاعت ميتش وبينقذه على اخر لحظة، والقنبلة بتنفجر في البحر. والمشهد بيقفل على ابتسامة ميتش ان هو قدر ينقذ مدينة كلها من الانفجار النووي. وده كان فيلمنا النهاردة. لو عجبك الملخص اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.